نختم بهذا السؤال: حكم شرب نقيع الفواكه بعد 3. نقيع الفواكه وكذلك التمر والزبيب وغيره لا يجوز شربه بعد 3. جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له التمر في الماء. هذا هو النبيذ عند العرب. النبيذ هو أن يؤخذ حبات من التمر فتوضع في الماء لتجعل الشراب حلوا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين للصحابة أنه كان يشربه اليوم والغد وبعد الغد، فإن بقي منه شيء قبل انتهاء المدة إما أن يشربه وإما أن يسقيه غيره، وإلا رماه. ما كان يشرب النبي صلى الله عليه وسلم نقيع التمر أو الزبيب بعد 3، لأنه بعد 3 يتخمر، يكون خمرا، يزبد، يكون له رغوة، ويظهر هذا على سطح السائل. فلذلك لا يجوز يا إخوة شرب العصير بعد 3. طيب، يسأل سائل يقول: العصير اليوم الذي يباع في الأسواق، لا، هذا العصير فيه مواد حافظة تمنعه من التغير ومن التخمر، فلا يضر شربه في خلال المدة التي كتب عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.